تخيل كده تبقى داخل المتحف وفجأة تلاقي قدامك وش دهبي بيلمع، عيون سودا وعاملة كأنها بتقولك هو انت فاكر نفسك هتفهمني؟ أهلا بيك في قناع الملك توت عنخ آمون، أغلى وأغرب قطعة أثرية في التاريخ. القناع معمول من أكتر من 10 كيلو دهب خالص، يعني لو حد شافه في الشارع أكيد هيقول يا ريتني كنت الملك ده. بس الغريب مش في تمنه، الغريب في التفاصيل اللي محدش عارف هما ازاي قدروا يعملوها من 3000 سنة. العيون فيها لمعة كأنها بتتحرك حرفيا، والدهب منحوت بطريقة عجيبة وبطريقة جميلة جدا، لو بصيت له كتير تحس انه بيتنفس. بس كده، ده في أحجار نادرة زي اللازورد كانت بتتجاب من أفغانستان، يعني الفراعنة كان عندهم شبكة شحن دولية قبل أمازون. القناع مش مجرد زينة، ده كان معمول علشان يحمي روح الملك بعد الموت، بمثابة درع روحي ضد الشر. ولما اكتشفوا المقبرة سنة 1922 حصلت وفيات كبيرة جدا للناس اللي شاركت في الفتح، افتكروا كده ان لعنة الفراعنة رجعت. لما تبص لقناع الملك توت عنخ آمون هتحس انه طاقة جمال وطاقة تاريخ، بتقولك مش مهم اللي تملكه، المهم والأثر اللي انت هتسيبه بعدين. يمكن عشان كده قناع الملك توت عنخ آمون مش بس الأغلى تمن، الأغلى معنى وجمال وقيمة، والأغلى سر لسه محدش قادر يكتشفه. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، ما تنسيش الشير واللايك واستنيني في فيديو جديد.